أناس أبو عيطة كما وعدتك. قدس. تحية ليك من قلب القدس، مسجد الأقصى، المكان المقدس الرائع. صراحة كنت أعجز القواميس عن الوصف. إن شاء الله تزوره يوما ما وتدعي لنفسك ولأهلك وكل من تحب. مساء الخير أنس، تحية لك ولكل متابعينك على قناتك على اليوتيوب من هنا من مدينة القدس. هيا للعلا سعيا نرشد الدنيا أننا نحيا بشعار الله الوطن الملك. مساء الخير على كل الاصدقاء، بتمنى منكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما تشوف هذا الفيديو ضروري جدا تعمل احلى لايك واحلى كومنت واحلى اشتراك باش يصل لكل الناس. اول اشي كفلسطيني من غزه عايش في المملكه المغربيه في بلدي الاول مش الثاني، حابب اشكر جلاله الملك محمد السادس نصره الله على المساعدات اللي وصلت مدينه غزه ووصلت مدينه القدس كاول دوله عربيه اسلاميه افريقيه توصل المساعدات عن طريق البر. هذا الاشي الحمد لله فرحنا، ويعني انها وصلت بطريقه يعني نقدر نقول امنه، بطريقه تحفظ كرامه المواطن الفلسطيني، انه المواطن ما يموتش لما يروح ياخذ المساعدات. فشكرا لجلاله الملك والله يحفظه يا رب ويعطيه الصحه. ونشكر كل الشعب المغربي كامل من طنجه الى القويره وكل اصدقائنا المغاربه خارج ارض الوطن. وخصوصا حابب اشكر صديقي واخي وحبيب قلبي الصحفي نوفل العواملي موفد قناه ميدي ان تي في، وصديقتي الصحفيه سعاد زعتراوي اللي بفتخر فيهم طبعا قد الدنيا. اول شيء اليوم حابب اخذ اصدقائي المغاربه في جوله خاصه كيفاش من الطريق من المطار العسكري الموجود مدينه قنيطره الى مدينه غزه الى مدينه القدس، كيفاش تمت الرحله وكيفاش عاشت الاجواء الصحفيين المغاربه تما، كيفاش كانت الاجواء الجميله اللي عاشوها الصحفيين، كيفاش وصلت المساعدات. بدي اخذكم في هذه التفاصيل كامله. فبشكر كمان مره صديقي ديالي واخي وحبيب قلبي نوفل عوامله اللي راح نساله طبعا. خي نوفل تحكي لنا على الاحساس ديالك والشعور ديالك انك وصلت مدينه القدس اللي كان حلم حياتك صراحه، كنت دائما وابدا تحكي لي اياها. خي انا نفسي ان شاء الله نزور القدس، وعدتني في يوم من الايام انك هتزور القدس. الحمد لله انا فرحان لك، يعني يمكن اكثر ما فرحان لراسي، لانه احنا فلسطينيين صعب علينا نروح على مدينه القدس، واهل القدس صعب عليهم يروحوا مدينه غزه. فاليوم الحمد لله تحقق حلم صاحبي نوف العوام لانه راح على مدينه القدس وزار مدينه غزه، وقف على كرم ابو سالم، وكان حلمه ان شاء يشوف اهلي ولكن ما كتبش. ان شاء الله في الايام الجايه بكتب لهم. بنشكر وكالة بيت مال القدس على كل جهوداتها، على كل الحب الموجود بيناتنا. هذا كلام لكل الناس، لكل العرب، لكل الأصدقاء اللي حاولوا دائما وأبدا يحاولوا يشوهوا الصورة من هان وهان. دائما وأبدا موقف الشعب المغربي والمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، وفعلا كيدعموك بالافعال، بالقول بالفعل، مش بس ايش بالهضره وبالكلام. تبارك الله عليكم شعب المغرب كامل وملك المغرب واخواتي وحبايبي في المغرب كاملين. تبارك الله عليكم. شوفوا الفيديو من الاول للاخير ويلا معنا. القدس، القدس الجميله، زهرة المدائن. مساء الخير أنس، تحية لك ولكل متابعينك على قناتك على اليوتيوب من هنا من مدينة القدس، من القدس الجميلة، من زهرة المدائن.
سألتني عن إحساسي في هذه التغطية الإعلامية الاستثنائية في مساري المهني. أقول لك بكل ما تحمل كلمة معنى بأنها يعني تغطية تاريخية. إحساس جميل جدا أن تكون جزءا من عملية تاريخية مغربية لمساعدة أشقائنا في غزة والقدس. الحمد لله رحلة صعبة مرهقة نعم. يعني في 3 أيام الأولى ربما ما نعسناش 6 سوايع كاملة، كانت علينا تفوجنا مهم. الحمد لله على كل شيء، ولكن كانت صعوبات كبيرة جدا كللت بالنجاح بإدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم لأشقائنا في غزة، تقريبا 50 طن من المساعدات الغذائية. كانت فرحة تاريخية وإحنا في ذاك المعبر، وكنساينو واش أوكي غيجي ولا ما غيجيش، بلاتي لا هما غيخلوا المساعدات في المستودع. وأصدقائنا في الجهة المقابلة معهم على تواصل، الفلسطينيين اللي في جهة المعبر من الجنوب شرق غزة، من هناك في معبر كرم أبو سالم ينتظرون القافلة أن تمر ويضعون المساعدات في المخازن لتوزيعها على أهالينا، خاصة في رفح وغيرها من المناطق في غزة. كان ستريس، كانت أعصاب، شمس حارقة، ولكن الحمد لله الفرحة اكتملت حين أخبرنا ساعة قبل أذان المغرب بأن المساعدات قد وصلت. ونحن صيام ومرهقين من 3 صباحا تقريبا، ونحن متواجدين لإخراج المساعدات ونقلها عبر البر. كانت فرحة عارمة للكل، صحفيين، إداريين، مسؤولين، مغاربة كانوا حاضرين. بعد ذلك كانت الرحلة صوب القدس. في القدس لا أرى في القدس إلا أنت. مجرد ما وصلنا كما كنقولوا بالدارجة العقابي اللي كتدخل القدس، لا من بالغ كي يجيك واحد الإحساس بالطمأنينة من الله عز وجل، لأن الذي باركنا حوله تطأ قدماك أرض مباركة، في شعور بالطمأنينة. زال الهم والغم حينها. دخول للقدس المدينة العتيقة التي ألفت كصحفي كنشوفها في التلفزيون بمواجهات ومناوشات مع الاحتلال، وتلقى راسك كتمشى في دروبها، تشاهد باب المغاربة الذي يطل على يعني يدخلك إلى المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة. أمر رائع جدا. مهنيا تسللت إلى كل ما يوجد من مواضيع تثير الاهتمام في فلسطين. قمنا بتقارير حول عمل نبيل تقوم به وكالة بيت مال القدس ولجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس. شاهدنا الأسر المقدسية كيف أنها صامدة مرابطة. شاهدنا المغاربة من أصول أو الفلسطينيين والمقدسيين من أصول مغربية. شاهدنا الحضور المغربي، الإرث المادي واللا مادي المغربي هنا في القدس، من باب المغاربة لزاوية المغاربة إلى البيت المغربي. قصص وحكايا ربما سيأتي يوم وأرويها. فالحمد لله تجربة إعلامية مهنية جميلة جدا. احتكاك بأشقائنا الفلسطينيين عن قرب ومعرفة معنى المعاناة بكل فصولها المؤلمة المحزنة. المعرفة الأخرى التي فيها أناس يتاجرون بالقضية الفلسطينية ويرفعون الشعارات الرنانة ويجعلون منها سجل تجاري دون أن يقدموا أو يؤخروا في مصير ومسار من يعيش هنا على الأرض. فكان لهذه التجربة أثر كبير جدا في نفسي، وأتمنى إن شاء الله أن أعود مرة أخرى وأجد الأجواء مغايرة مختلفة، وأن أرى بالفعل دولة فلسطين وقد قامت على حدود 67، وتكون القدس عاصمة لهذه الدولة، وأن أرى انفراجة حقيقية لأهلنا في قطاع غزة. شكرا ليك ولمتابعيك، ونتمنى نكون يعني قدمنا لكم ملخص عام لما عشناه هنا في فلسطين، سواء على حدود قطاع غزة أو حتى في القدس الشريف. كما نشكر إخواننا في وكالة بيت المال الذين زاروا أمس قطاع غزة وساهموا في تخفيف أعباء أهالي غزة. شكرا لكم جميعا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبو عيطة، مساء الخير من مدينة جدتك.
يافا الرائعة الجميلة، شواطئها، مدنها العتيقة، وبنائها الجميل. هذه تحية لك أنس من يافا، وإن شاء الله ربي يهدي البال وتفرج الأمور على حبايبنا وأهلنا في قطاع غزة يا رحمن يا رحيم. أنس العزيز من المسجد الأقصى في أول جمعة من الشهر الكريم. أتمنى لك كل الخير، وأتمنى من ربي يحفظ العائلة والأهل، ونشوف الوالدة والوالد قريبا إن شاء الله في المغرب. ربي كريم. الله الله بتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم. الحمد لله دائما وابدا الموقف المغربي مشرف للشعب الفلسطيني واتجاه الشعب الفلسطيني. واخوتي المغاربه شكرا لكم بزاف على حبكم، على دعمكم، على دعواتكم لنا، على صلواتكم لنا، على وقوفكم دائما بجانبنا. فشكرا بزاف لكم، الله يرحم الوالدين. بنشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه، والى اللقاء.